تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. هذه مقتطفات من حصاد 2010 لحصتكم المفضلة الاتجاه المعاكس، ونترككم المشاهدين لتحكموا عليها وتعلقوا، والسلام عليكم. انتخبونا وحاسبونا. صح، معليش صح، انتخبناكم وهذه سنوات حنايا نتبعوا فيكم ونخزر فيكم. هذا زياد خرج زوج. يا سيدي شوف يا سيدي، انا نجي خرج زياد نلقى في غلطه صح. ذوقي والله هي هذه البلديه ما تلات تضربها في الساحه. انا ما زلت انتخبها، انا والله ما زلت انتخبها، فهمت؟ لا خاطر علاه ضربنا معهم النح، ضربنا النح. راك تشوف يا شيخ، السمانه الاولى الثانيه الثالثه 3 سمانات على زياد راك تشوف. واش دخلك انت؟ واش دخل قسامك يا سي؟ سبحان الله العظيم، انت راه عندك معرفه خبيزات تاعك. واش دخلك انت؟ رئيس بلديه اميره، واش انت؟ واش دخلك انت واش دخلك؟ رئيس مصلحه؟ سبحان الله العظيم يا سيدي عباد. يا دكتور خليني كما هضرت مع ولدك، خليني كما رقيتنا معلومة ومحدودة ومعروفة عند جميع الناس، وأنتم تنظرون دائما إلينا بطريق الاتجاه الآخر، ونحن نقول لكم هذه الحقيقة التي نقوم بها حقيقة معروفة ومعلومة، وأخذنا طريقا وسرنا فيه على هذا المنهاج، ونتمنى من الله أن ينصرنا على أعدائنا والغير مصدقين الذين أتونا من كل مكان كما تلاحظون. هذا ترتيب فزت به الناس وهفيت به التاع وقلت بصبرك. تقولي الهند وباكستان ومش عارف شني والدول هذيك شوف، انا نقول لك روح لفرنسا، روح للانجليز، روح كذا، ما تلقاش الحوايج هذه والله، ما تسعى طولت تروح بدول حابسه من راسها ما عارفه والو، وتعاود زيد تقول لي وتعاود. يا ودي خلوكم الخرافات هذه، خاف ربي. تراث لك. أنتم قلتم في عمر وفي عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وجميع من تكلمتم عنهم بالسب واللعن والشتم، وأنا أنافي هذا القول، وعندي أدلة عليكم بأنكم تقولون أكثر من ذلك. وفي كثير من الكتب والإحصاءات التي وجدتها أنكم تلعنون وتسبون وكذلك تقتلون وتفعلون الأفاعيل التي لا يقبلها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أي مسلم في قلبه الإيمان والرحمة. أنتم دائما بأفكاركم هذه تفعلون المشاكل وتجعلون القتال بين الناس والفتنة، وكما قال عنكم النبي كثير من الأحاديث والأقوال والأصناف والأفعال تقومون بها، وأنتم أخطر على أمة محمد من اليهود والنصارى، وكما تقولون في أقوالكم اللعن والسب والذبح والشتم وكثير يا معاشر الشيعة. عندي عليكم المعلومات والأدلة والإثبات، والله يشهد أنني صادق فيما أقول، وواضح كلامي لجميع من يقرأ كتبكم، والله لا يقبل كلامكم ولا يحبكم أصلا، ولستم من أهل السنة ولا من أهل الكتاب، ولا تعتبرون أنكم مسلمين حقا. هذا مذهب النفاق. تكلم باختصار شديد ولا تجعل النفاق. حقيقة النفاق معلوم ونعلمه جيدا، وهو طريقة أبي بن سلول والذي اتهموا عائشة رضي الله عنها في عرضها، وأنتم الآن تسيرون على هذا المنهاج. نعم تسيرون على هذا المنهاج. يا قد كتبكم تقول يا ودي خلنا من هذا تاعك ما يحمدك. يا ودي سكت بقال فيصل والله، ونقزيد دماغ دركا، ونقزيد دماغ ورا عائشة ورا هكذا. وجرت انتم وجرت ولا وجرت هذا تسكن بهذه اللهجة. واش داروا دكتور فيصل؟ شوف واش داروا في الجزائر، واش داروا في افغانستان، واش داروا؟ انظر الى الفاظه، انظر الى هذا الكلام الذي يقول. ما تقطعنيش عائشة انها بطلة. انظر كيف يقول هؤلاء يتكلمون بالبجاحة وقلة ادب واخلاق. نعم انتم تبتعدون الافكار الخبيثة وتصنعونها وتجملونها، انتم لا تليقون بها يا دكتور فيصل. فيصل لا هذه ما اقولهاش. شوف يسبني لا ما يسبش الرجال. الشيعة راهم ناس مناضلين وناس عندهم موهبة وعندهم افكار وعندهم افكار غباء. يا جماعة شدوا حمادي، يا حمادي يا جماعة ولا يا حمادي يا شوف لا تشدوا ابدا. لا تشدوا عن الحياد. ارجوكم اهدأوا، حوار هادئ. احنا ذوك ما هذا المشكل تاعكم العرب. دوك اي مسؤول يجي تبعوه وتشيتوا وتجيبوا له برنوس. وانايا يعني عندي 20 سنه في المسؤوليه، وكنت رئيس دار سابقا، ولكن ما كانش
والله ما شفت حاجه من الحوايج هذه. دركي حاليا كما نحن درك نشوفوا يظهر لي في الاخر اللي مقابلني هذا نقول حسب ما نظن مجموعه الكباش وزيد الكباشات كيفاش موقران وزيدوا يفرنوا الدراهم يفرنوا الدراهم صح يفرنوا الدراهم تيشروا الدراهم. انا دروك ما فهمتش دروك هما اللي فازوا او الشعب اللي فاز ما دروك فهمنا يعطيني مفهوم ولا انت دكتور نترك الكلمة الآن إلى الأخ الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأسئلة يخي عباد يخي. نعم عن الأسئلة. تبعدوا يقول يمن تنهى يا سيدي. أيه يمن تنهى يقول قط تبعدوا. ولكن أنا نشوف القضية هذه تاعكم والهذا المفتعلة والأفكار اللي ما هي الزينة دي ما عندكم والسب والشتم ديما من طبيعتكم يا ذا الناس ما عرف الله راكم تعملوا هكذا ما أعرف والله ماني فاهم ولا ونقول صح أنا تعبان في راسي ياسر وكرهت من حياتي من الامور تاع الرشوه والهذا تهضروا فيها لقبت المسؤوليه وقت كبير وما كاين والو الحمد لله وسقسوا عني في الجرنان في ايضا عذرا دكتور فيصل. نشكر الضيف الاستاذ جعود. راهي هو يعني جبد كلام جوهري ويقول على المناصب اللي جاونا تاع البلديه احنا على كل حال قرعنا على الاقل جامعيين على الاقل مقرا ما قراو ناس دروك دنيا قرعه دنيا زهور ومازلنا يعني رانا ما تخسرناش يرحم والديك ما تخسرنيش. انا انت واحد من الناس راني شاك فيك يعني شاك فيك بلي ماكش راضي بالشيء هذا ونقول لك حاجه. انا الشيخ مع الدكتور فيصل مش معك انت. شو فيصل ما تخسرنيش يرحم والديك سينو برا قلت لك برا منا برا تقول مش عاجبك الحال ولا شنو قانون درناه انتهى الامر راه مشكل احنا احرار وحنا سمعنا الشعب انتخبنا واش احنا وناس ما يقراوش نديروا احنا واش نديروا مع الدكتور فيصل ما قراش واش نديروا احنا هذا قرا طفرت فيه ومن قال وقرا احنا دروكي رانا احنا قلنا نخدموا الناس تاكل كسرة وهذا هو المفيد من القضيه ما عندناش حتى اتجاه اللي ما قراش تفرت فيه واللي قرا تفرت فيه الناس قاعد يا اخي فهمني بهذا القانون اللي جبتوه تاع القرعه هذا كذا واحد ما قراش خلاص ديروا مع واحد كيما انا قريت خليني نكمل لا نقرا ما لا تعرف روحي انا علاه يا اخي ما تحبسنيش خليني نهضر فهمني لازم نفهم هذا القانون لازم الليله نفهم على واش درنا وشكون قال لك ما قراو ايه شكون قال لك ما قراو شوف حنا كمجلس قررنا قلنا قرعه سير قرعه ما كانش حاجه اخرى. يا الاخ جعود مادام هذه القرعه فيها الغبي وفيها المتعلم والجاهل سواء هذه المهزله يعني والكلمه اليك الاخ جعود. عندك الحق يا دكتور هذه مهزله صح مهزله بمعنى الكلمه ما احنا اللي قرينا درك نروحوا نعجنوا الكسره ونريحوا في ديارنا وخلاص هذا هو الحل. هل أنتم موافقون على القرعة أم على ضدها؟ 80% موافقين على القرعة و20% غير موافقين. لم يبقى لنا إلا نشكر ضيفينا الكريمين وتصبحون على خير.